السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة تربية الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب، أهلا وسهلا بيكم. هنتكلم معاكم النهاردة على نوع من أنواع البط اللي ممكن نربيه من غير ما نحتاج علف نهائي، يعني بط بيتربى من غير علف خالص زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. طبعا احنا على القناة بتاعتنا عملنا كتير من الخلطات، وفي ناس دلوقتي بتسأل طب احنا عملنا كل الخلطات دي او قدرنا نوفر الخلطات اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها، طب ايه بقى الحاجة اللي انا هربيها على الخلطات ديت بحيث ان انا يبقى عندي تربيه؟ اولا احنا البط اللي معانا ده بط يعني يعتبر كويس جدا لو احنا اكلناه من اول يوم خلطه، او احنا عملنا له خلطه دش على فول من اول يوم بيقبل معانا، والبط بيشيل موازين ومفيش اي مشكله. كمان بالنسبه له كمان مناعته قويه. فانا دلوقتي عاوز ايه؟ اشتغل عليه عشان يبقى عندي تربيه واوفر العلف اللي انا هربيه ده، او العلف اللي انا يبقى عندي لو انا عاوز اربي مثلا فراخ بيضه. احنا عارفين ان الفراخ البيضه لازم انتهي على علف صافي، فانا في الحاله دي يبقى هربي البط وفي نفس الوقت هيبقى عندي العلف اللي بحتاجه ليه او اللي انا كنت باكله له قبل كده، لا هقدر اشيله واضيفه في تربيه تانيه ويوفر معايا، ومن غير ما اشغل بالي بقى العلف طلع العلف نزل. انا عندي بط هربيه من غير علف خالص، بالاضافه كمان ان انا هوفر العلف ده لشيء تاني. وكمان ميزته كمان ان البط ده بيلم اللي حواليك، يعني لو مثلا عندي بواقي اكل بدل ما ارميها، البط ده ميزته ان هو بيلم الاكل اللي حواليا. بالاضافه كمان ان هو ايه بقى، يعني بالنسبه لك يعني يعتبر مش مالناش دعوه بقى بالاعلاف اللي هي بتتكلم في الاسعار بتاعتها الغاليه ديت، انا ما بشغلش بالي بقى العلف طلع علف نزل، ماليش دعوه بالكلام ده كله. انا البط ده اقدر اربيه، وباذن الله الخلطات اللي احنا عاملينها كلها واللي موجوده كل فيديوهاتها على القناه وتقدروا ترجعوا لها كويس جدا، وكمان بيشيل معانا موازين وبيعمل كل حاجه. البط اللي موجود عندنا ده هو البط ايه؟ هو البط الابيض بانواعه الثلاثه، سواء كان شرشيري او بكيني او فرنساوي بيور. واحنا عارفين ان الفرنساوي البيور افضلهم من حيث الموازين، يعني هو بيجيب موازين من 2 كيلو ونص 3 كيلو ونص. لو انا قدرت ايه اوفر مصدر للبروتين كويس، يعني اوفر فول، اوفر عدس غير صالح الاستهلاك الادمي، غله ممسوسه غير صالحه للاستهلاك الادمي مؤكل، كل الحاجات ديت بروتينها بيبقى كويس، واضيفها في الخلطه هتحاول تعمل معايا ايه؟ يعني كل ما هظبط الخلطه كل ما هيجيب معايا موازين كويسه. بالاضافه زي ما احنا قلنا ان هو ميزته ان هو بيلم اللي حواليه، اي بواقي اكل هتحطها له مفيش مشكله. في ناس بقى بتفضل ان هي تاكله اول اسبوعين، ان هي تقول لك اسسه على علف عشان البطه تبقى كويسه، مفيش مشكله. وانت تقدر تاكله اول اسبوعين علف وبعد كده تديله خلطات مفيش مشكله. بدات من اول يوم مفيش مشكله، بس بتاع بدل ما بنعمل مثلا كيلو 3 كيلو دش لكيلو فول صويا او فول بلدي المتوفر عندك مفيش اي مشكله، ممكن اخليهم 2 كيلو ونص 2 كيلو، يبقى 2 كيلو دش او ذره مجروش. لان في ناس كده بتسال يعني ايه دش ده؟ الذره اللي هو المجروش، يعني الدش ده الذره المجروش. بناخد الذره المجروش ده او الدش بندش 2 كيلو عليهم كيلو فول بلدي او فول صويا قلنا المتوفر، ونبتدي بيه ناكل بيه العمر الاولاني، وبعد كده نبتدي نحط خلطاتنا اللي زي ما احنا قلنا في الفيديوهات عشان ما نرجعش نعيد. اي حاجه متوفره عندك بقدر اضيفها، والبط ده بياكل وبيقبل معاك وبيشيل طبعا، غير البط اللي احنا قلنا عليه اللي هو ايه؟ بط التسمين او البط المسكوف بانواع سواء جرمو او اللي هو البط السوداني. البط ده لازم انا هحط له الخلطات بعد ما البطه بتقفل عشان ما يحصلوش بقى انه ما يحصلش النهش، ما يحصلش بعض الكساح لبعض الانواع البط. فانا ببتدي البط دوكها باكله من بعد ما بيقفل ريش الخلطات اللي انا عاوز اكلها، اللي هو البط بتاع اللحم. اما البط الابيض ده بانواعه الثلاثه اقدر من اول يوم اكله. فكده يبقى احنا عندنا بط بيتربى على من غير علف خالص، مش محتاج انك تشتري علف ولا تعمل اي حاجه. كل القصه انك هتوفر الذره، وهتقدر بقى توفر شويه، تشتري له شويه فول سواء كان فول صويا او فول بلدي مدشوش، اللي هي الحاجات اللي بتبقى مخلفات المصانع دي كلها، وبنشتغل عليها وبتعمل نتائج كويسه. واقدر بقى في نفس الحلقه كده ايه؟ العلف اللي انا هاكله هنا هوفره لتربيه الفراخ البيضاء اللي انا عاوز اربي فراخ بيضاء، لان في بعض الناس ما بيبقاش استهلاكهم عالي جدا من البط، يقول لك انا عاوز اربي فراخ. فاحنا في نفس الحاله كده انا وفرت في نفس الوقت انا وفرت العلف اللي كنت هاكله للبط وابتديت اكله للفراخ، فوفر معايا في التكاليف باذن الله. يعني ما كانش انا بحطه في تربيه فراخ بيضاء في اي حاجه، ان انا بوفر وما بشغلش بالي بقى العلف طلع العلف نزل. انا بجيب البط ده وهشتغل عليه، البط ده كويس جدا بيجيب معانا موازين كويسه وهيلم كفايه، هيلم حواليا من الاكل. قدرت اوفر له الخلطات زي ما احنا قلنا هيعمل معانا نتائج حلوه جدا وما اشغلش بالي كده. يبقى الخلطات اللي عندنا اللي احنا عملناها او اللي احنا كانت معموله على القناه، ايه اللي هياكلها؟ هو البط الابيض بانواعه، بالاضافه للبط التسمين بس بعد عمر التقفيل، يعني ما يقفل الريش عشان خاطر ما يحصلوش النهش. وزي ما قلنا مع بعضنا احنا بنحاول على قد ما نقدر يبقى في عندنا تربيات وفي عندنا خير موجود في البيت. فانت رب البط الابيض بانواعه الثلاثه مفيش اي مشكله، اشتغل عليهم على الخلطات، فانت كده مش هتحتاج اي علف ولا هتحتاج اي حاجه من ديت، وباذن الله يبقى عندك تربيه في البيت. واللي احنا هنحطه للبط او احنا هنربيه البط تاني من ناحيه العلف انا اوفره في تربيه فراخ بيضه فراخ بلدي لو احتاجت مني العلف في الاول والكلام ده كله، وباذن الله يبقى الدنيا تمام وربنا يصلح حال الجميع. فكده يبقى احنا عندنا ايه بقى؟ زي ما احنا قلنا
البط اللي بيتربى من غير علف خالص وبيشتغل على الخلطات من اول يوم هو بط الابيض بكل انواعه. انا في العمر الاولاني عاوز اسسه على علف اول اسبوعين مفيش اي مشكله. لو انا عايز اعمل له انا الخلطه من عندي، يعني ازود نسبه البروتين فيها في العمر الاولاني عشان البطه تبقى كويسه، بشتغل 2 كيلو ونص او 2 كيلو لكيلو فول بلدي او صويا. وباذن الله لو انت بقى قدرت توفر زي ما قلنا قبل كده غله ممسوسه غير صالحه لاستهلاك الادمي وتضيفها في الاكل دي كويس جدا. عاوز تبقى عندك مخلفات مطاعم متوفره في المنطقه بتاعتك مفيش مشكله، انت عندك مخلفات مصانع متوفره عندك في المنطقه، موجود عندك اي حاجه من اللي احنا قلنا عنها في الافكار اللي موجوده كتير من الخلطات في الفيديوهات السابقه باذن الله، وممكن ترجعوا لها لو انتوا عاوزين تشوفوها، ونشتغل ونربي باذن الله عشان خاطر الدنيا تبقى كويسه معانا. وكل سنه وانتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه طيور مع الحواوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.